حاولوا تستمتعوا باكلكم، حاولوا تعملوا اكل حلو بالامكانيات اللي عندكم في البيت. على فكره مش هتجيب حاجه من بره زياده. الاستمتاع بالاكل هي فكره ان انا استمتع بالاكل، ان انا اعمل اكل حلو، مش ان انا اعمل اكل كتير. الاكل الكتير هيتعبنا، زي ما اتكلمت في فيديو قبل كده وقلت اضرار الاكل ان احنا ناكل كتير. استمتع باكلك. يعني ايه استمتع باكلي؟ يعني انا اعمل اكل من البيت اللي هو الطبيعي بتاعنا، بس اعمله بحاجه يعني بطريقه تانية تخليني استمتع بيه، اغير منه. ما خليش عيالي تاكل من الشارع بالاكل اللي انا هعمله في البيت. يعني مثلا انا جبت جبنه رومي، مش شرط ان انا هاكلها بعيش فينو واحطها سندوتشات وكلام زي كده. لا، انا ممكن اجيب عيش بلدي عادي من التلاجة، اطلعه يفك، واحط الجبنه الرومي دي جواه وادخله الفرن 5 دقايق ارمش، الجبنه ساحت والعيش ارمش. استمتعت بيه. ومش شرط تشبع، يعني مش لازم تملى بطنك عشان ما تتعبش. بدل ما تاكل 3 رغيفه كل رغيفين اسمك استمتعت، بدل ما تاكل رغيفين كل رغيف واسمك استمتعت. تمام. السلطه البلدي، احنا ممكن نعمل سلطه بلدي بتاعتنا عادي خالص جدا، وتقوم حاطط عليها شويه بطيخ. البطيخ حلو اليومين دول. تقوم مقطع شويه بطيخ وحط عليهم مع حته جبنه ب 20 جنيه براميلي، وتقوم مفتفتها عليه كده مع شويه ورق نعناع. وكل طبق السلطه ده وقول لي رايك. تشيل البطيخ، حط كنتالوب، حط شمام، حط عنب. ما انت كده كده بتاكل بطيخ بجبنه، وبتاكل بطيخ بعنب بجبنه، وبتاكل جبنه بكنتالوب. فعشان محدش يقول ان انت بتعك بس، هي نفس الفكره. ممكن تقوم جايب ممكن تقوم جايب حته جبنه قريش. فكره الاستمتاع في الاكل برضه، عشان يعني اقول لك وجهه نظري. انا ممكن اجيب لك حته جبنه قريش واقوم حاطط لك في الطبق واقول لك كل. اهي جبنه قريش، ما جبناش جبنه رومي ولا فلامنكا ولا شيدر ولا اي حاجه. جبنه قريش وحطيناها في الطبق، قلت لك خد اهي كل. انت جعان كل. وجبت لك حته رغيفين عيش من الثلاجه وقلت لك كل. غير ان انا لما اجيب لك حته الجبنه القريش دي واقوم هارسها واحط لك عليها شويه زيت، وممكن احط عليها شويه زعتر دراي كده من عندي. لو عندي في البيت ما عنديش زعتر دراي، هقطع طماطمايه صغيره، هقطع خيارايه، احط جنبها شويه جرجير، هاكلها بعيش محمص. هي دي المتعه. ممكن اقوم جايب حته الجبنه القريش دي واعملها بوي تاني، اقوم جايبها هضربها في الخلاط مع شويه لبن مع سنه عسل اسود، اقوم محمص شويه عيش. لو انا عندي عيش في الثلاجه اقوم محمص شويه عيش في الفرن عندي، واقوم مطلع ومغمس بها الجبنه دي. بص، هي دي فكره المتعه. فكره المتعه ان انا اغير، ان انا استمتع بالحاجه اللي قدامي، مش ان انا اقفل منها او ان انا اكل منها كتير. تمام. عندك فطيره مثلا في الثلاجه بقى لها يومين 3، اشيل الوش بتاعها ده اهو، واقوم جايب شويه جبنه موتزاريلا ب 20 جنيه من العلاف اللي جنبي، واقوم حاططهم على الوش مع طماطمايه مع خيارايه مع طماطمايه مع حتتين فلفل الوان، ومدخلها الفرن. عملت بيتزا اهو. صح؟ فالموضوع كله ان انت لازم تستمتع باكلك، لازم تفكر ان انت تخلي الاكل بتاعك متعه. اطبخ من قلبك عشان الاكل يطلع بتاعك حلو. السلام عليكم.